يقودنا إلى جيجل، المدينة التي فتحت ذراعيها للمجاهدين. كانت جيجل مدينة ساحلية صغيرة، لكن موقعها يتحكم في موانئ الشرق. لم يدخلها الإسبان، الذي سبقهم إليها هم الجنويون الذين احتلوها عام 1260، وحررها البواسل من أهلها قبل مجيء أندريا دوريا الذي سنتطرق له كثيرا في حلقاتنا. فقبل سنة 1514 بقليل وصلت حملة بقيادة الجنوي أندريا دوريا إلى جيجل، واحتلها بعد معركة حامية الوطيس ضد أهلها، وطرد الكثير من أهل جيجل من بيوتهم ونصب حامية في الميناء، وأصبح دخول السفن وخروجها تحت رقابتهم، لا يمر قارب إلا بإذنهم. تحولت المدينة إلى شوكة مزروعة في خاصرة الساحل، وأغلقت أبوابها في وجه التجار والسكان المسلمين. وعندها تحرك أهل جيجل سنة 1514 وراسلوا عروج بربروس الذي ذاع صيته في الجهاد البحري. طلبوا منه النجدة فلبى النداء، ورسم مع الأهالي خطة ذكية وتوقيتا محددا لتحرير أرضهم. فقد اتفقوا أن يثور رجال الداخل في ساعة معينة بالتزامن مع إنزال بحري يقوده عروج وإخوانه، وفي مقدمتهم خير الدين بربروس. وبمجرد لمح الجيجليين لسفن بربروس بالشاطئ حتى ارتفعت التكبيرات وتدفق المجاهدون في الأزقة، ونزل عروج ومجاهدوه على الشاطئ، والتحم القتال مباشرة عند المرسى وعلى المداخل الضيقة، ضربة واحدة من جهتين، من الداخل ثورة ومن البحر اقتحام. كان ذلك ثاني استنجاد بالأخوين عروج وخير الدين بربروس داخل الجزائر بعد محاولتهما تحرير بجاية سنة 1512، وسببا مباشرا لقدومهما إلى هذا الساحل بعد شهرة جهادهما في المتوسط. لم تصمد الحامية الجنوية أمام هذا الهجوم طويلا، سقطت السرية تلو السرية، وقيل أن كل المدافعين قتلوا في التحام قصير وحاسم. وفتحت جيجل، عاد أهلها إلى بيوتهم، وأمنت قيادة عروج الناس على أموالهم، وقسمت الغنائم التي وجدوها بعدل على الجميع. وفي الغد بدأت مرحلة البناء، وبايعت قبائل كتامى باب عروج أميرا. بعد هذا التحرير وجد عروج مدينة جيجل تعيش مجاعة، فخرج للجهاد في سواحل صقلية وسردينيا، واستولى على 3 سفن محملة بالقمح كانت في طريقها من صقلية إلى إسبانيا، فوزع تلك الغنيمة على سكان جيجل وجبالها، فأكسبه هذا شعبية كبيرة في المنطقة. ولا تعتبر ما فعله كان نهبا أو قرصنة، بل كانت حربا دينية بالأساس ضد الأمم المسيحية الظالمة، وجهادا بحريا يفرض نفسه والبقاء للأقوى. بعدها شرع باب عروج في تنظيم جيش منضبط ومدرب على الأسلحة النارية، ووعده الشيخ أحمد بن القاضي زعيم إمارة كوكو في جبال القبائل وأبرز قادتها. وعد عروج بالإسناد والرجال في مرحلة تثبيت القاعدة وبناء القوة، وأخذ رجال الدين والعلماء يستنفرون الناس إلى الجهاد في سبيل الله، فتحولت جيجل سريعا إلى قاعدة انطلاق لعمليات أكبر، وعلى رأسها التوجه نحو بجاية لفك أسرها. وهكذا صارت جيجل أول مرصى آمن على هذه الأرض يحرره القادة بربروس وينطلق منه المجاهدون. ومن هنا بدأ ميزان القوة على الساحل يميل لصالح المسلمين. لا تنسوا مشاركة القصة، وانتظروني في الحلقة القادمة. سلام.